ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده ان شاء الله هنعمل لحمه مع بعض. لحمه بشويه خضار حلوين خالص وسهلين لاي بنت واي ام تخش المطبخ تعملهم. هنسمي بسم الله ونقول ايدك يا رب معانا. انا معايا لحمه اهي بلدي، ماشي. هنعملها مع بعض ان شاء الله. ومعايا هنا حله فيها معلقتين سمنه ومولعه عليهم اهو، يا دوبك السمنه تتقدح. وهنعمل مع بعض خطوه خطوه. استنى بس تتقدح مع بعض اهو يا حبايبي. بصوا حبايبي، خلي جنبكم على طول طبق فاضي زي كده عشان تحطوا فيه المعلقه زي كده. في نفس الوقت البوتاجاز ما يبهدلش الدنيا. هنسمي بسم الله ونحط هنا اللحمه. بس حبايبي اهو، انا هحمر اللحمه الاول واديها تشويحتين كده، وفي الاخر هقول لكم هنعمل ايه مع بعض. وكده كده هنمشي خطوه خطوه. هنا حتتين اللي هما الدهن دول بيحلوا اللحمه. اول ما تحطي اللحمه على السمنه تبقى ايدك فيها على طول وتقلبي عشان ما تلزقش منك. هنديها بس كام تشويحه كده مع بعض وهقول لكم هنعمل ايه، ماشي. انا ارجع لكم بقى للكلمه اللي انا قلتها لكم. انا بحط طبق هنا ليه؟ عشان احط فيه اي معلقه اي شوكه اي حاجه انت تستعمليها منها، ما تبهدليش البوتاجاز، وفي نفس الوقت ما تحطوش على غطا الحله عشان ما يتبهدلش. ماشي حبايبي، يعني خلي جنبك طبق او اي حاجه حطي فيها. لما تحطي اللحمه خلي النار عاليه عشان ما تنزلكيش ميه، عشان اول ما السمنه تتقدح تروح محمراها على طول. ماشي حبايبي. يا دوبك تتشوح وتعمل شويه على البوتاجاز وهوريكم برضو الناتج ايه، ماشي. بصوا حبايبي، بصوا اللحمه عملت ازاي، شايفينها؟ بصوا اهي، خليتها لما شوحت خالص. بصوا حبايبي اهو، شايفين؟ ايه رايكم؟ بصوا اهي، ما تقولوش ان هي اتحرقت، لا اهي. وخلي بالك زي ما قلت لك علي النار عشان انتوا عارفين اللحمه بتنزل ميه، ماشي حبايبي. ولو نزلت ميه منك ما تخافيش، اقعدي قلبي فيها لحد ما تشرب، كده كده هتشربها. بصوا اتحمرت ازاي اللحمه، شايفينها؟ طبعا كده لسه ما استوتش، ده انا بشوحها بس، بديها زي صدمه. وانا عندي بصل زي ما قلت لكم مخرطاه وحطاه في الفريزر اهو. بصوا اهو، هتلاقوه بس حتت كبيره اهي. شايفين؟ بصوا التلج اهو هيفك دلوقتي اهو، مجرد ما يشم السخونيه هيفك. زي ما قلت لكم، كانت واحده مستعجله او الجو برد او معاها اطفال او مثلا قاعده فاضيه، تقشر شويه بصل تخرطهم يا اما على ايديها بالسكينه يا اما في الكبه وتروح معبياهم في كيس تحطهم في الفريزر. تيجي تاخد الطلب بتاعها هيبقى زي الفل، يبقى جاهز زي ما انا بعمله كده، ومش هياخد في ايديكي 10 دقايق اهو. كل اللي انا هعمله البصل هتتشوح وهجيب فصين توم عليهم وهقول لكم هنعمل ايه تاني. طيب بصوا اللحمه اول ما اتشوحت زي ما قلت لكم شوحوها في الاول وبعد ما تحطوا عليها البصله تروحوا مشوحينها. بصوا لا لزقت ولا اي حاجه، شايفينها اهو من تحت اهو، ماشي. هنيجي نحط عليها فصين توم بس. ليه يا ميسر؟ بيدي ريحه حلوه خالص، بالامانه بتدي ريحه حلوه. ادي التوم ماشي. وهنحط معلقه فلفل اسمر، واحط واحده تاني عشان اللحمه بتحب الفلفل الاسمر، كده معلقتين. واحط بهارات اللحمه، ماشي. اللحمه دي انا عاملاها على القناه بهارات 10 بهارات مع بعض، هحط معلقه واحده بس، يبقى كده حطينا 2 فلفل، 1 بهارات، وفصين توم. تقطعيهم تدقيهم اللي يعجبك اعمليه، ماشي اهو. انا مش هحط ملح دلوقتي غير برضو ما اشوحها تاني والاقي البصله دخلت مشوحه حلو، وهقول لكم هنعمل ايه برضو.
حبايبي كده اللحمه اتشوحت بالبصل بالثوم بالتوابل كلها. خدي بالك لما تشوحيه حلو كده هتاكلي يعلم الله حته لحمه في الاخر جنان وطعمها جميل، وفي نفس الوقت تبقى البصله مش مسلوقه، لا محمراها ومشوحاها في اللحمه. هنجيب شفشق قوطه اللي هو طماطم يعني واروح حطاه. ما تنسوش ان انا بحط مع الطماطم يا اما بنجر يا اما معلقه سكر. انا حاطه ربع واحده بنجرايه، ماشي، حاجه من الاتنين، يا سكر يا بنجر، ماشي. ما كتريش عشان ما يقلبش معاكي لون بنفسجي، ربع واحده بس. ده هيغلي مع بعض واسيبه يستوي وهقول لكم هنعمل ايه. بصوا حبايبي، بصوا ادي اللحمه اهي، شايفينها؟ بصوا اهي كده استوت خالص، يا دوبك تاخد غلوه تاني مع الفاصوليا اللي هي الخضار. بس هنحط الملح، انا ما حطيتش ملح خالص عشان اللحمه تستوي. كده معلقه، احط معلقه ونص ولما تعوز احسن. دي فاصوليا خضراء انا جايباها غسلاها ومقطعاها. بصوا التقطيعه، بصوا اهي، بصوا شكلها حلو ازاي، التقطيعه اللي انت عايزاها اهي يا حبايبي. بصوا اهي، شايفينها اهي. هنسمي بسم الله اهي واحطها. عايزه تخلي الفاصوليا لوحدها في حله، خدي شويه صلصه من دول وحطيهم في حله وحطي الفاصوليا. بس انا عشان اطعمها بطعم اللحمه، وكده كده الصلصه اصلا من طعمها باللحمه، بس انا عايزه احطهم على بعض المره دي يا حبايبي. بصوا اهو. طب كده تخنت، هعمل ايه يا ياسا؟ انا عندي شويه شوربه هعملهم معاكم دلوقتي وازود. بصوا اهو، عندي شويه شوربه اهي، هاخد شويه شوربه كده اهو واروح مزوده الصلصه زي ما قلت لك. عايزه تخلي الفاصوليا لوحدها، لو عيالك ما بيحبهاش خدي شويه صلصه من بتاعه اللحمه وحطيها في حله لوحدها وزوديها زي ما انا مزوداها. ما عندكيش شوربه حطي ايه شويه ميه وحطي مكعب لحمه. ما عندكيش مكعب وما عندكيش شوربه عادي، اللحمه اصلا بتدي طعم حلو خالص اهي. شايفينها اهي يا حبايبي؟ انا يا دوبك اللحمه كده اعتبر دخلت في السوا جامد، بس احنا بنحبها ناعمه شويه. يا دوبك عملت حساب الفاصوليا طبعا انتوا عارفينها ما بتغيبش، ما بتكملش ربع ساعه تلت ساعه. دوبك الفاصوليا تستوي، احنا مظبطين الملح بتاعها وكل حاجه، تستوي وهغرف واقول لكم هنعمل ايه تاني. بصوا حبايبي ادي الاكل خلص اهو، بعد ما حطينا الفاصوليا مع اللحمه واستوت، يا دوبك سوى الفاصوليا بس اهي. شايفينها اهي؟ وريحتها بالامانه وطعمها حكايه. جربوا الاكله دي مش هتندموا ولا اي حاجه، ان شاء الله ان شاء الله هتعجبكم. وجنبها جبت كيس مخلل وعملت شويه رز. بألف هنا وشفا ليكوا ولينا. ما تنسوش اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس يوصلكوا كل جديد من ام ياسا. ما تنسوش اعملوا لايك، وانا صفحتي على الفيس ماشي وعلى اليوتيوب. جربوا اللحمه بالفاصوليا هتعجبكم قوي. مع السلامه.